بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنتكلم عن ازاي تكون افضل مهندس زراعي ناجح ومتخصص في برامج التسميد وامراض النبات وميعاد الزراعه. تابع قناه نور الزراعه وشجعنا بالاشتراك في القناه وهتعرف كل جديد ان شاء الله. كل يوم هتاخد معلومة او اتنين، كل فيديو ان شاء الله تستفاد منه وهتاخد منه معلومة او اتنين. اول شيء هنتكلم، اول حاجة عشان تكون مهندس زراعي ناجح لازم تخش على تحليل المزرعة الاول، تخش على تحليل المية وتحليل التربة عشان تعرف ان الارض ديت فقيرة من العناصر ولا غنية من العناصر. بناء عليه هتوفر لي كتير من التسميد. تاني شيء الأسمدة العضوية لازم ولابد، لأنها بتحمي الأرض شاملة العناصر، بتدي قوة للأرض، بتحتفظ بالمياه، بتحتفظ بالعناصر، بتظل الزراعة مخضرة طول السنة. الأسمدة العضوية طبعا بتوفر لك 3/4 الكيماوي، من غير الأسمدة العضوية هتصرف عليك المزرعة 3 أضعاف من الكيماوي ومش هتجيب زراعة. فالافضل الاسمده العضويه مضاف على السوبر والكبريت والجبس الزراعي بالاضافه الى الكبريت الزراعي. معرفه نوع التربه، هل هي حامضيه او ملحيه او متعادله او قلويه، لان كل تربه لها برنامج تسميد معين. طيب طبعا معادله مياه الري بحمض الفوسفوريك او حمض الستريك عند الرش. التسميد افضل شيء بسلفات النشادر او نترات النشادر او المركبات بالاضافه الى نترات الكالسيوم والبروم. في حاله الامراض اللي بتكون في الارض او في حاله الارض يكون فيها مشكله في الجذور لابد من استخدام الرش الورقي. طيب تاني حاجه الاهتمام بجرعه الاعفان، جرعه المنشط، جرعه النيماتوده، واهم شيء جرعه النيماتوده. تنقيه الحشائش وتوفير بتوفر لك نص الكيماوي. يبقى الاسمده العضويه والحشائش اهم شيء. طبعا الاسمده هتكون خليط من اسمده الدواجن والمواشي والفيرمي كومبوست. طيب عندي حاجه تانية، الوقايه خير من العلاج. رش المن والتريبس والدوده هام جدا، ورش الوقايه بالكبريت الميكروني والكالسيوم والبروم. والعناصر الصغرى طبعا حديد زنك منجنيز. عدم الافراط في التسميد او عدم كثره التسميد، وخاصه التسميد الازوتي عشان ما يعملش عندي عفان جذور. طبعا التسميد والري في الصباح الباكر افضل شيء. ولازم نتبع دوره زراعيه، لازم كل فتره نزرع المحصول ده، ما نزرعش المحصول متتالي ورا بعض. مثلا ما نزرعش فاصوليا فاصوليا فاصوليا، لا، لازم نغير. السنه دي زرعت فاصوليا، السنه الجايه نزرع موز، فراوله، نشكل الارض يعني بحيث المحصول ما نزرعش في الارض ديت الا بعد 2 سنه. طيب زراعه اصناف مقاومه للامراض، خاليه من الامراض، مبكره، كثيره الانتاج. اهم شيء وجود المصايد في الحقل، وجود المفترسات في الحقل، ده برضو بيوفر لك الكيماوي. التسميد بالمركبات NPK زائد العناصر الصغرى. طيب عدد الريات الكتير، طبعا عدم الري الكتير وعدم تعطيش الارض، يعني تكون الارض وسط. عدم التسميد الكتير. طبعا برنامج التسميد للخضار بيبدأ من ربع جرام الى 1 إلى 2 جرام على حسب عمر النبات من المركبات. يعني بتبدا بربع جرام من اي سماد، وخاصه في الاونه الاولانيه نستخدم 19 او العشرينات او اليوريا، ويفضل ان تكون نترات او سلفات نشاد مع الفوسفوريك. طبعا الموز بنبداه طبعا في المشاتل من ربع جرام الى 1 جرام الى 2 جرام، اما في الارض المستديمه من 1 جرام الى 10 جرام. الاشجار طبعا بتبدا منها من 2 جرام الى 20 جرام من التسميد. برضو المشاتل طبعا اللي هي عمرها بيبقى 45 يوم بتبدأ طبعا بربع جرام حتى جرام. نبدأ بالتسعتاشرات او العشرينات. ديت بعض الحاجات اللي المهندس الزراعي لازم يكون عارفها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.